السلام عليكم. أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. النهاردة هنعمل ميني تارت. تشكيله بسيط. طريقة المقادير بسيطة. هنشكله في قوالب الكب كيك العادية، وهنعمل كريمة باستري بالشوكولاتة نقدر نزين بيها ونحشي بيها التارت ونحشي بيها الكلير. زي ما احنا شايفين قوام الميني تارت جميل وإن شاء الله ناجح. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي ياريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. وهنبدأ بالباستري كريم. عندي بيضتين بحرارة المطبخ، وطبعا لازم الفانيليا. عندي هنا 4 معالق كبار من السكر، عايزين تزودوا ممكن تزودوا كمان معلقة. عندي هنا معلقتين كبار هرم من النشا. السكر شوية حسب الرغبة، ودي علشان هنعمله بالشوكولاتة حطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. وبعدين هقلب، ممكن طبعا بمضرب السلك، وممكن السكر يبقى سكر بودرة برضو عادي. بس هدوب السكر كويس دقيقتين كده المكونات تمتزج مع بعض. وبعدين انا عندي على النار كوبايتين من الحليب، سخنتهم درجة الغليان، وهاجي على الخليط بتاعي هنا هحطه شوية شوية وانا بضرب كده على الخليط. عندي طبعا اللبن سخن بدرجة الغليان كده تمام. خلاص قلبت بس تقليبة كده، وبعد كده هجيب الحلة اللي هرفعها على النار، وبعدين هصفي الكلام دوت زي ما احنا شايفين، عشان لو في اي شوائب مطرح البيض او حاجة كده تمام. وبعدين هرفع الخليط ده بقى على النار مع التقليب المستمر على النار متوسطة، مع التقليب المستمر عبال ما يتماسك زي ما احنا شايفين كده. طبعا مش هسيب التقليب خالص. وبعدين عندي قطعة من الزبدة كده، وعندي حوالي 100 جرام من اي شوكولاتة دارك، شوكولاتة بالحليب. بقلبها، وطبعا هتاخد السخونية بتاعت الكريمة بتاعتي. هقلبها كويس بقى قوي لغاية ما تدوب، وبعدين هحطها في بايركس كده هافردها علشان يعني تبرد بسرعة بما ان احنا في الصيف. بفردها كده وهغطي طبعا وشها بكيس تلاجة، كيس بلاستيك، اي حاجة بتحفظ، وبعد كده لغاية ما تبرد وسيبها على جنب، وابدأ في عجينة التارت بتاعتي. دلوقتي عندي 100 جرام من الزبدة على زيت، يعني 50 جرام زبدة 50 جرام زيت. عايزين تحطوا كله زبدة اوكي، عايزين تحطوا كله زيت اوكي، مفيش مشكلة خالص. عندي نص كوباية سكر حبيبات او بودرة زي ما احنا عايزين. شايفين الزبدة لينة ازاي، وطبعا رشة الملح. هضرب بقى لو السكر بودر طبعا هتبقى اسهل واحسن. عندي هنا هدوب الزبدة كويس مع السكر، لازم تدوب تماما السكر. وبعدين عندي بيضة واحدة بحرارة المطبخ، لازم كل حاجة تطلع بحرارة المطبخ والزبدة تبقى لينة. وطبعا لازم رشة الفانيليا بودر، او لو عندنا الفانيليا السايلة اي حاجة. هضرب الكلام ده كله بقى كويس مع بعضه بس البيضة تختفي كده تمام. عندي هنا الدقيق بقى، عندي دقيق ممكن متعدد الاستخدامات، بس انا عندي هنا دقيق الكحك والبسكوت. هلم بقى العجينة بالدقيق على حسب الدقيق اللي عندكم، ممكن يزيد او يقل. انا خد عندي كوبايتين الا ربع. بقيت احط بالتدريج كده واقلب بالمعلقة، وبعدين هكمل بايدي عشان الم العجينة. بلمها بس. ممكن دقيق متعدد الاستخدامات برضو على حسب الدقيق بقى، لانه ممكن حجم البيضة تبقى اكبر شوية اصغر شوية، فكمية الدقيق ممكن تزيد مثلا معلقة معلقتين زيادة او حاجة. بلمها كده. طبعا احنا في الحر هنا، فمع الزبدة والحاجات دي العجينة ممكن نحس ان هي لسه طرية قوي، يعني مش هنتخدع فيها. هي ما نزودش عن كوبايتين مهما حصل، يعني بحيث ان يعني الزبدة بتدينا شكل ان العجينة لسه طرية، فعشان ما نزودش قوي في العجينة تبقى ناشفة معانا. هنا خدت معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق. بقيت المه بايدي كده بسيط. العجينة كده اتلمت معايا، هتتلاقيها طرية قوي عشان الجو حر.
هي عملت شكل كمان الجمجمة. كده تمام. اخليها بقى في التلاجة، دي لازم تقعد في التلاجة لانه الجو حر قوي. هنا بقى هبدأ اجيب قوالب الكب كيك زي ما احنا شايفين. قسمت العجينة، عملت معايا 10 كرات كده، من وزن يعني حوالي 50 جرام. حاولت اخليهم كلهم مقاس واحد. طبعا انا ما عنديش اداة يعني افرد بيها، فبحاول بقدر الامكان اعملها على ايديا كده، او ارفع الجوانب. من الجوانب برفعها كده، وبعد كده بحاول اضغط كده بالاداة، عندي اي اداة عندنا كده او كعب كوباية او حاجة، بس نسطح القاعدة بتاعة العجينة بتاعتي بقدر الامكان، يعني مش لازم تبقى حاجة بيرفكت قوي. كده تمام. هكمل كل الصينية عندي بالشكل دوت على قد ما بنقدر يعني. وبعدين عندي بالشوكة كده، بعد ما بخلص كل الكمية عندي بالشوكة يعني بخرم كده القاعدة بسيط، وبعمل اي شكل كده حوالين الجدار اللي جوه زي ما احنا شايفين كده. وفتحة هنا الفرن على درجة حرارة 180، بسيبها براحتها. خدت معايا تقريبا 20 دقيقة. احنا بنبدأ بعد 15 دقيقة نبص على الفرن. في الرف الأوسط طبعا بنبدأ من 15 دقيقة كده نبص على الفرن. في 5 دقايق نحاول نبص عليها بس الأطراف تحمر، هتبقى كده استوت. كده بعد ما قعدت معايا في الفرن حوالي 20 دقيقة زي ما احنا شايفين، مش لازم من جوه تبقى محمرة قوي عشان هي كده كده خلاص استوت تمام. زي ما احنا شايفين لونها مظبوط ومناسب جدا. كده تمام. هسيبها على جنب الكلام دوت يبرد تماما. وعندي كريمة الباستري طبعا سقعت، طلعتها اهو. حطيتها طبعا بعد ما بردت، حطيتها في التلاجة. وبعدين انا كده هضربها بس ضربة بسيطة كده بمضرب السلك، بفككها من بعضها بمضرب السلك او مضرب كهرباء، اي حاجة. هي ممكن على فكرة كل اللي احنا عملناه، الخطوات اللي عملناها خلال الفيديو، ممكن بمضرب السلك اليدوي العادي، بس انا بستسهل بصراحة. هنا حطيت بقى الكلام دوت في كيس حلواني كده مع اي قمع عندنا او اي تب عندنا شكله يعجبنا مثلا اهي. تمام كده. لو انتوا عايزين تقلوا الكريم باستري شوية ممكن تزودوا كمان مع شوية نشا زيادة حاجة، بس هنا انا شايفة ان هو كريمي كده لذيذ جدا. بنعمل وردات بسيطة كده. الحشوات دي بقى زي ما احنا عايزينها، ممكن من غير شوكولاتة عادي، ممكن تعمل بيضة عادية ومع فاكهة مع حاجة. العجينة اللي احنا عملناها ديت بتكفي زي ما احنا شايفين 10 ميني تارت او تارت صغير كده لذيذ. لو عندنا الصواني بتاعة التارت كده شكلها امور اهو. بعد كده طبعا اي زينة بقى احنا حابينها. عندي هنا شوكولاتة، قطعة من الشوكولاتة دارك او اي حاجة زي ما احنا عايزين. ببشر فوقيها كده بسيط، يعني على حسب اللي عندنا، على حسب المتوفر. ممكن نسيبها كده عادي. طعم الكريمة جميل جدا. ممكن كده نزينها بسبرينكلز او زي ما انا عملت شوية كده من السكر الذهبي زي ما احنا شايفين. حلوة جدا البسكوتة، جميلة. العجينة ناجحة جدا، ان شاء الله جربوها، بسيطة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه. شكرا.